الفرنسي حاليا. كرة وصلت في الجهة اليمنى الآن بوداوي، هذه فرصة، هذه رأسية، هدف أول يسجل أجويري. إذا حان موعد الهدف لمحاربي الصحراء، لأن تأخر فعلا ومستحق. هدف يفرح الملايين في الوطن العربي والأنظار المعلقة هناك في الجزائر لفرحة جزائرية عربية بهدف أول مستحق. تأخر لكن أخيرا أتى الآن في أواخر الشوط. هذه الكرة الآن في الجهة اليمنى، بوداوي تحرك جميل، ثم العرضية، هذه الرأسية، غلطة جميلة من حارس المرمى، غلطة جميلة. الرأسية قوية، حاول انه يتصدى وبالتالي الكرة فلتت بهذه الطريقة لفرحة لهدف يفك تعقيدات كثيرة كان ممكن يمر فيها المنتخب الجزائري. لكن هنا حارس المرمى بوكو فكر في مسك الكرة وعدم التصدي، وكانت الفرحة هنا الجزائرية العربية برأسية جويري. إذن هدف، خسر الأربع مباريات. كرة تأتي، وصلت في اليسار ولمسة، وهدف أول من جانب عمورة، والثاني للمنتخب الجزائري. هدف ثاني. إذن يجب استغلال هذه الأخطاء وإضافة المزيد من الأهداف لإنهاء الأمور. بوكو مرة أخرى يتلقى هدفا وتهتز شباكه عبر عمورة بشكل مميز. لعب الكرة بإنهاء مثالي. هذه كرة من آية نوري، جويري لعمورة، سرعة، مهارة، لمسة تهديفية رائعة من جانب عمورة لاعب فولفسبورغ الألماني محمد أمين. عمورة لمسة رائعة، وصاحب 24 سنة يتألق هنا، من بدأ ولد في الجزائر وانطلق إلى أوروبا. خطأ، رمى نفسه وتم احتساب خطأ. هذه كرة الآن موجهة خطيرة، وكرة ثانية سجلت بوتسوانا، لكن إلغاء بداعي تسلل. لا توجد تقنية الفار. تفاجؤ من الكرة الثابتة، هدف يتم إلغاء. إذن الفرق صاحبة الإمكانيات الأقل بالتأكيد تفكر بالكرات الثابتة بشكل كبير. نشوف اللقطة، غضب كبير من المدرب راموري بولي. شوف اللقطة، ما في تسلل، ثم بعد ذلك لم يلمس اللاعب الجزائري. هذه الرأسية 17 لمسها ولا لا؟ هو كمل. هدف اعتقد انه سليم، لكن في النهاية لا توجد تقنية الفار. نشوف حكم مباراة، اعتراضات. أوري بوني يتكلم مع حكم مساعد، ممكن الحكم يتخذ قرار على فكرة باحتساب الهدف. إذن احتسب الهدف. حكم المساعد أخطأ، لكن القرار الأول والأخير لحكم الساحة، وبالتالي أحمد أراجيغا يحتسب الهدف. الحكم التنزاني، هدف ممكن يشكل ضغط على المنتخب الجزائري. إذن هدف وفرحتنا الجنوب أفريقي. راموري بولي، هنا اللقطة، هو 20 فقط اللي لمس الكرة. حكام مساعدين كما ذكرت في الشوط الأول يعني مستوياتهم ضعيفة في التمركز، وبالتالي حاكم المباراة صاحب القرار عبر الثابتة وإيابا من أجل لعب المباراتين. عمورة الآن ممكن ثالث، عمورة يعدي المرمى خالي. الهدف الله
يحسم أموره سريعا من أجل فرحة جزائرية مستحقة. هدف ثالث لإنهاء الأمور على الآمال لمنتخب بوتسوانا. روعة روعة هنا من جانب عمورة، من جانب عمورة انفرد وضرب الدفاعات بسرعة القاتلة ما شاء الله. عمورة هنا في انطلاقة، شوف 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 شوف، ضرب الدفاعات ضرب الدفاعات ضرب الدفاعات ضرب الدفاعات، ضرب الحارس، وهنا أمام المرمى الخالي يركنها وينهي كل آمال وحماس ورغبة هنا من الحمر الوحشية. منتخب بوتسوانا لكي يعود في المباراة يأتي بثالث، وفرحة بالتأكيد للأنظار والقلوب المعلقة هناك في الجزائر.